مره عملوا استطلاع رأي في ولايه فلوريدا الامريكيه. تعرف سمكه المالت اللي هي البوري؟ واتفاجئوا جدا بالردود. واحد قال دي سمكه مش بتتاكل، المفروض تترمى. تاني قال لهم دي السمكه اللي الناس بتستخدمها كطعم باين، وناس كتير قالت ان احنا ما شفناهاش قبل كده بس سمعنا عنها ان طعمها وحش. واحده قالت له هو البوري ده سمكه اساسا؟ انا اللي انا اعرفه ان في حلاقه اسمها البوري، لكن غريبه قوي ان البوري ده بقى اسم سمكه. بس في نفس الوقت برضه في اماكن في فلوريدا بتعمل مهرجانات لسمكه البوري زي نايتسفيل وماتلاشيه وجودلاند. ثلاث اماكن دول بيعملوا مهرجان كل سنه لسمكه البوري. المهرجانات دي بتشمل احتفالات ورقص ومسابقات كده بسمكه البوري، زي انهم كده يجيبوا سمكه بوري ويحاولوا يحدفوها ويشوفوها مثلا مين بيحدفها مسافه ابعد من التاني. طبعا بتشمل اكل كميات كبيره جدا من سمكه البوري. ده غير ان في صحيفه محليه اصلا اسمها البوري مغني راب. طب هي كده سمكه البوري مين فيهم؟ سمكه مجهوله ومحدش بيحبها، ولا سمكه محبوبه جدا والناس بتعمل لها احتفالات مخصوص؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بيكم في قناه السمك في اسكندريه، معاكم عمرو ابو الوفا. والنهارده ان شاء الله هنحكي الفيلم الوثائقي سمكه البوري قصه سمكتين، واللي من خلاله هنتكلم عن تاريخ سمكه البوري في ولايه فلوريدا الامريكيه. بس بمناسبه الحرب المستمره على غزه خليني اطلب منك الدعاء وافكرك بالايه اللي بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكته وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون. بتبدا قصه سمكه البوري مع قبائل الكالوسه اللي هم اصلا السكان الاصليين لفلوريدا، طبعا قبل ما الامريكان يخلصوا عليهم ويرجعوا بعد كده يكلمونا عن الارهاب وحقوق الانسان. ما علينا من القصه دهيت. المهم قبائل الكالوسه ديت كانت بتصطاد السمك البوري بشباك مصنوعه من النباتات، وحتى لما شافهم المستكشف الاسباني لوفاس دي فالاسكو قال لك صيد الهنود الحمر من سمك البوري في المكان ده هو اتعامل بالظبط زي صيد السمك البوري عندنا في اسبانيا. المهم في منتصف القرن ال18 تم القضاء على قبائل الكالوسه وتوقف الصيد في المنطقه دي، وكان الصيادين في كوبا في نفس الوقت بيعانوا من قله السمك، وبداوا يدوروا على اماكن جديده يصطادوا فيها، وبداوا يتجهوا ناحيه ساحل خليج فلوريدا، وده كان اول صيد تجاري حصل هناك. في الاول ما استقروش هناك، كانوا بيروحوا بس وقت الشتاء وقت موسم سمكه البوري يصطادوا سمكه البوري ويعملوا الحسنه بتاعتهم ويرجعوا. مع الوقت بدا يظهر انشطه تجاريه صغيره مملوكه العائلات، وفي اواخر القرن ال19 وصول السكك الحديديه لفلوريدا مع صناعه الثلج عملوا ثوره هناك، طبعا ثوره تجاريه وصناعيه، لان السمك ده بقى بيتحط في صناديق عباره عن طبقه سمك وطبقه ثلج، وبقى يتنقل في السكك الحديديه. اخر حاجه في القرن ال19 ولما السكك الحديديه وصلت لنيويورك كانت اول شحنه متجهه لنيويورك، وهي عباره عن 17 صندوق من سمك البوري مملح. وكان سمك البوري في الوقت ده شايل اهل فلوريدا كلهم، وظهرت اهميته اكتر في الحرب العالميه الثانيه. سنه 1943 بس اصطادوا 28,000 طن سمكه بوري. طبعا ده خلى الشركات اللي بتشتغل في الصناعه ديت انتعشت جامد. وفي سنه 1947 بدا الرئيس الامريكي ترومان يطلب من الشعب ان هو يركز اكتر على السمك، حتى عمل لهم يوم في الاسبوع مخصص ان هو ياكلوا فيه سمك، واللي مش قادر ياكل السمك نفسه وياكل البطارخ بتاعته. كان في الوقت ده مخصص لهم يوم الخميس، وكان عامل ترويج كبير جدا للفكره دي عشان يوفر من مخزون الحبوب اللي اتاثر بسبب الحرب. ولايه فلوريدا لوحدها بتطلع 82% من انتاج الولايات المتحده كلها من سمك البوري، لدرجه ان هم من سنه 87 لسنه 2001 اصطادوا ب 155 مليون دولار سمك بوري. طيب وبيتم صيدها ازاي؟ بيتم صيدها عن طريق حاجه اسمها الشباك الخيشوميه. الشباك الخيشوميه دي بيبقى ليها فتحات معينه، فتحات دي مخصصه بحيث لو سمكه اصغر من الحجم المطلوب بتعدي عادي، ولو سمكه اكبر من الحجم المطلوب بتطلع من الشبكه عادي، بقالك جوه الشبكه الحجم المطلوب في الصيد. المهم في التسعينات اتعملت الدراسه دي بتقول ان لو فضل معدل صيد سمكه البوري بالمعدل ده هيحصل تناقص في اعداد سمكه البوري. بداوا ان هم يعملوا قوانين يحجموا فيها صيد سمكه البوري. المهم القوانين دي دخلت في صراع قضائي بين الصيادين وبين الحكومه لحد ما سنه 94 طلعوا قانون لصيد سمكه البوري. القوانين دي كانت صعبه جدا، من ضمنها ان انت هتوسع فتحات الشبك بتاعه الصيد، بالتالي الحصيله هتبقى اقل. حتى لو انت اجتهدت عشان تطلع كميه كبيره كده كده في حصه معينه للصيد، لما الصيادين كلها يوصلوا الحصه ديت هيتمنع بقى الصيد. حتى لو انت اجتهدت مش هينفع تطلع اكتر من حصه الصيد المقرره، بس الفرق ان انت كده خلصت الموسم بدري. طبعا القوانين دي كان ليها تاثير كبير جدا على فلوريدا وعلى كل الناس اللي حياتها متعلقه بسمكه البوري. منهم واحده صاحبه شركه بتحكي المعاناه بتاعتها، تقول لك احنا بدانا بيزنس سمكه البوري ده سنه 1900، جدي هو اللي بداوا، لكن طبعا مع القوانين الاخيره اصبح شغل سمكه البوري هو 40% بس من شغله، والباقي اصناف ثانيه. من ضمن الحاجات الغريبه اللي قالتها ان هم ساعات بيصدروا سمك بوري ذكور لمصر، وقالت لك ان من ساعه القوانين الجديده ديت الصناعه اضمحلت وناس كتيره بيتها اتخرب، واللي جم فلوريدا من بعد كده وعايشين في المدينه ما يعرفوش حاجه عن سمكه البوري ولا عن الثقافه اللي هو بيمثلها، وعشان كده ما يعرفوهاش. واللي قال لك ان هي ما تتاكلش ده ما يعرفش اي حاجه في اي حاجه. قالت بالعكس دي من احلى انواع السمك في الاكل، وده كده يفسر اللغز بتاع الاستطلاع اللي في الاول، ليه في ناس عارفاها قوي وفي ناس مش عارفاها خالص. بعد كده سالوا صياد قديم عن القوانين الجديده وايه التاثير بتاعها عليهم، قال لك انا دخلت المهنه ديت وانا عندي 12 سنه. في الاول كنت بصطاد بعد المدرسه وفي ايام الاجازات لحد ما خلصت الثانوي، وبقت هي دي مهنتي اللي متفرغ عشانها. من مهنه صيد سمكه البوري ديت انا فتحت بيت وبقيت متجوز وعندي عيلين بصرف عليهم من صيد سمك البوري. لك اكلنا الشهاده حرفيا لحد ما جت القوانين الجديده وغيرت كل حاجه. فتحات الشبك
الجديده ديت مش بتساعد في الصيد، كنت بتعمله في ساعتين تقعد حرفيا يوم كامل عشان تعمله. وحتى لو جيت على نفسك يا عم وقعدت كل يوم كامل تصطاد، وده يعني حاجه خارقه يعني، هيجي في يوم من الايام ويقول لك خلاص بقى الحصه خلصت، يلا بقى بطل صيد اطلع. يقول لك وانا اصلا سني ما بقاش يسمح بمستوى الشغل ده، حتى لو شاب صغير هيبقى صعب جدا عليه. بالنسبه له هو بدا يستهدف اصناف ثانيه غير البوري مع سمكه البوري، بيقول لك برده الحياه بقت صعبه جدا. بعد كده جابوا صياد تاني اكد نفس كلامه، بس لفت انتباهي والصياد بيتكلم ان السمكه بتنط وراه في الميه. رغم كل الصعوبات دي في ناس كتيره جدا متمسكه بثقافه سمكه البوري لحد اخر لحظه، زي الناس اللي اتكلمنا عنهم في اول المحتوى اللي بيعملوا مهرجان لسمكه البوري. واحد مثلا متخصص في تمليح وتصدير بطارخ سمكه البوري، وحتى اسمها كورتيز بتارجا. بتارجا دي اللي هي بطارخ، وكورتيز دي اسم قريه موجوده في فلوريدا، وبيصدرها لجميع انحاء العالم وهي مملحه في اكياس مسحوب منها الهواء. واحد تاني عنده مطعم عمل في يوم الاثنين حدث اسمه جنون سمكه البوري. بيقول لك انا في الاول كنت بقدمها مقليه ومدخنه، لكن في يوم جنون سمكه البوري ده انا بعملها باصناف كتيره جدا ما تخطرش على بالك، حتى بعمل منها بيتزا وسندوتشات وكل حاجه. طبعا في امثله تانيه كتير غير الناس ديت، بس في النهايه هم شايفين ان اللي هينقذ فلوريدا هو سمكه البوري، واذا كان ما ينفعش نصطادها من البحر زي الاول ممكن حتى نعمل لها مزارع، لان حتى الاجزاء منها اللي مش بتتاكل بتخش في صناعات تانيه. يا رب المحتوى يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي صلى